كابتن محمود الخطيب يا جدعان بقى يستاهل كلمتين حلوين قوي بصراحه، بالرغم من ان احنا كنا بننتقده في اوقات كتير بسبب الصفقات وبسبب موضوع الانسحاب طبعا اللي هو دلوقتي انتصر فيه ومش هيتلغي له الثلاث نقط وهيلعب بدماغه. عايز اقول لك يا جدعان قبل ما اتكلم في اي حاجه، شابوه كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب يا جدعان بيعمل حاجات احنا ما كناش نحلم ان هو بيعملها في فتره من الفترات. بصوا بقى يا جدعان، الحاجات ديت انا كاتبها وعايز اقولها لك. اول حاجه، بيجهز للمونديال بشكل قوي جدا. يعني ما كنتش متوقع ان هو اصلا هيجيب الصفقات دي وكميه اللعيبه ديت قبل المونديال. هو جاهز للمونديال، انا داخل عايز اعمل حاجه في المونديال، فبيجيب لعيبه على اعلى مستوى. انت بتشوف اللعيبه، غير ان هو في لاعب اجنبي جامد جدا شوبير صرح عنه كمان جاي في الاهلي. تعالى بقى دلوقتي يا جدعان، بيعلي كواليتي الفرقه، انت فاهمني؟ اقسم بالله كواليتي الفرقه دلوقتي، اللي تقول لي بقى بيراميدز ولا مش بيراميدز، بيراميدز احسن مننا بقى لها سنتين والكواليتي بتاعها اعلى. لا تعالى بقى، انا ما فيش كواليتي في افريقيا هيبقى زيي. دي حاجه. الحاجه الثالثه بقى يا جدعان، اللي هو بيعلي القيمه التسويقيه. انا عايز اقول لك ان القيمه التسويقيه بتاعتك دلوقتي هتبقى اعلى قيمه تسويقيه في القاره الافريقيه. ده وضعك، يعني ده وضعك الطبيعي اللي المفروض كنت تبقى عليه من فتره. يعني انت فاهم القصه؟ انت يعني هو اجتهاد من الخطيب بس ده وضعك. هو رجعك لقيمتك الحقيقيه في الحته بتاعت القيمه التسويقيه دي. طبعا بقى غير الرعاه ومش عارف ايه والكلام ده والشركات اللي دخلت علشان النادي اللي انت بتعمله، وكمان غير النادي اللي احنا ناسيين النادي اللي هو بيعمله، هيبقى ليك نادي باسمك وملعب على اعلى مستوى. تمام كده. تعالى بقى النقطة الأخيرة بقى، اللي هو بيربي نادي الزمالك. حرفيا بيربي نادي الزمالك ليه؟ عشان اللي عملوه. أنت مش عملت لي فيها دكر وقلت لي مش هلعب إلا بحكام مصريين وبتعطلني، وأنت أصلا طول تاريخك عمال تقول الحكام المصريين وحشين وعايز حكام أجانب، بس أنت بتعاندني وبتقول لي حكام مصريين، وبتروح تعمل لي توأمة مع بيراميدز ويجددوا مش عارف لبنتايج. مفيش، كان هديك على دماغك وهفضي لعيبتك وهمحي لك تاريخك. ده أول رد مني ليك. الخطيب